السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد في الله، خش في الموضوع هتقول ده الجزء الثاني بتاع الفيديو الأول اللي فات. الجزء الأول يرجع له عشان الجزء الأول لازم تسمعه عشان تفهم الثاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الصحبة، تمام؟ صاحبك بيشدك في رمضان ولا بيبعدك؟ صاحبك بيقربك للجنان ولا بيبعدك ولا ايه؟ يا شباب يا بنات، مش عاوزين رمضان يخلص الا واحنا معتقين من النار، الا واحنا فايزين بالجنان. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيها ابواب النار. عايزين ايه تاني؟ ايه؟ ربنا قال لك ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربنا اللي خلقك، ربنا اللي عارفك، وهو اقرب اليك من حبل الوريد، وعارف ما تعلم ما توسوس به نفسك. ايه؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ايه؟ إلا لديه رقيب عتيد. يا نهار أبيض، كل كلمة على جهة مكتوبة للأسف. إيه؟ اسمع قول الله عز وجل: يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إيه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اسمع ابن كثير بيقول لك: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عين اليقين الذي كنت تمتري فيه، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، حد يلقيه ويخلصه مما هو فيه. بس خلاص، إن الطبيب له علم يدل به إذا كان للمرء في الأيام تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وقانته العقاقير. اسمع: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تعالى كده، ملائكة تسوق العباد إلى المحشر وملائكة تشهد عليهم. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق اللي هو الملك، والشهيد اللي هو العمل. خلاص، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت كنت مغفل والله، انت كنتش مصدق ان الدنيا فعلا مش لعبة، الدنيا جد، طاعة الرحمن جد مش هزار. انت ما كنتش متخيل ان الجنة بالروعة دي، ما كنتش مصدق ان النار بالحجم ده وبالشدة دي، فانت بتستهبل. انت كنت مغفلة فربنا كشف عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ايه؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فيلقي العبد باللوم على قرينه الذي أطغاه فيتبرأ منه القرين وينفي أن يكون قد أغواه قائلا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فينهي الله ذلك الخصام بكلمة الفصل والقضاء بعدل. لقد سبق الوعيد وتوالت النذر على العبيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد. وفي مشهد من أعظم مشاهد يوم القيامة، نار تكاد تميز من الغيظ الشديد وتسأل ربها المزيد. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت
وتقول هل من مزيد. مزيد يا رب، مزيد. جهنم إذا دكت على أرض المحشر عاوز تاخد الطائع والعاصي، تكاد تميز من الغيظ الشديد وتسأل ربها المزيد وتقول هل من مزيد. إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. رواه مسلم. إيه؟ الله عز وجل لا تمثيل ولا شبيه ولا تكييف، فكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. تمام. ومن الناحية الثانية تكريم الله لعباده المتقين المطيعين المخلصين المجتهدين في عبادة رب العالمين. تمام. لما أعده لهم في جنات النعيم، فتقرب لهم الجنة وتدنى منهم لينظروا إليها. إيه؟ الجنة جاية، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إيه؟ أنت في الدنيا أنت اللي كنت بتسعى لها، بس في الآخرة هي اللي هتسعى لك. انظروا يا شباب، الهمة يا بنات فين؟ فين الهمة؟ فين الهمة يا بنات؟ فين الهمة يا شباب؟ يلا يا شباب، عايزين نجتمع مع بعض مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. المهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب كثير رجوع إلى الله عز وجل، حفيظ بيحفظ حدود الله. خلاص، لكل أواب حفيظ. إيه؟ من خشي الرحمن بالغيب، مش من عصى الرحمن بالغيب، من استخبى بالغيب، لا، من خشي الرحمن بالغيب. إيه؟ وجاء بقلب. الله أكبر. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، فالجنة دار أمن وسلام، لا غل فيها ولا تدابر ولا خصام، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ذلك كله وأجله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والتمتع بكلامه والقرب منه سبحانه. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة يا شباب، النار يا شباب لازم نخاف منها، الجنة لازم نعمل ليها. تخيل أنا لو قلت لك الجنة بجمال فندق 5 نجوم في فرنسا، أقسم بالله تشتهي، قسما بالله تشتهي. فكيف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا خطر. هات عمق تفكيرك، مش هتخطر على بالك برضه. يلا يا شباب، الهمة يا بنات، يلا من العشر الأواخر، خلاص رمضان أدنى للرحيل، فاستعدوا له بقلب جميل. يلا يا شباب، الهمة يا شباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. إيه؟ بلغوا، تبليغ عني النبي صلى الله عليه وسلم، أي عنه، ولو آية تخفيف صلى الله عليه وسلم.